هلو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكتر حاجة ممكن تحير اي حد بيشتري قطع هاند ميد طريقة الاستخدام او طريقة التنظيف. فلو انت صاحب مشروع هاند ميد لازم توضح طريقة الاستخدام كويس جدا، وكمان طريقة التنظيف كويس جدا جدا، لان دي مشكلة بتقابل الكاستمر بتاعك، فلازم تكون مستعد لها ولازم تكون موضحها كويس علشان يبقى مستريح معاك وحاسس بمصداقية. يعني انا اعرف حد كان بيعمل شموع هاند ميد، وللأسف ما كانتش موضحة طريقة الاستخدام، وهي بتستخدم مواد طبيعية، وكمان كانت بتستخدم حاجات شبه القرفة والحاجات اللي شبه دي. فمن فترة كان عندها مشكلة ان في حد كان واخد منها قطعة، والقطعة دي معرفش يستخدمها كويس فولعت، فدي عملت لها مشكلة كبيرة جدا. فانت لو صاحب مشروع هاند ميد لازم توضح كويس جدا طريقة الاستخدام، ولازم توضح كويس جدا طريقة التنظيف، علشان الحاجة لما بتتنضف مرة على التانية ممكن تبوظ. وانت كشخص بتشتري قطعة هاند ميد دافع فيها مبلغ وقدره، لازم تسأل على الأقل ازاي انضفها، لان طريقة التنظيف بتختلف من قطعة للتانية وبتختلف من حاجة للتانية. فالافضل انك تسأل الشخص اللي انت اشتريت منه القطعة دي ازاي بتنظفها وازاي تعتني بيها. والمرة دي بقى انا جاية احللكوا جزء بسيط من المشكلة ديت، وهننضف مع بعض شنطة من الشنط القماش اللي انا رسمتها معاكوا قبل كده، وهنعرف ازاي ننضفها ونعتني بيها علشان تفضل برونقها دايما. ويلا بينا نبتدي. دلوقتي هنغسل مع بعض شنطة فان جوخ، وهقول لكم نغسل الشنطة ازاي. يعني هنغسلها بلطف، مش هندعك، مش هنعمل اي حاجة. اول حاجة هنحتاجها مية فترة زي دي، مية. تمام. تاني حاجة هحتاجها اي مسحوق، انا ده اللي عندي فهدوبه فيها، اي مسحوق عندكم استخدموه. تالت حاجة هنحتاجها اللي هو اي حاجة للالوان، لتنظيف الالوان، لتنظيف البقع والحاجات دي، اللي موجود برضو عندكم استخدموه، ده او فانيش، الاتنين واحد. حبة حلوين كده نتوسخ، بس هندوبهم كويس، هندوبهم كويس خالص. بعد ما ادوبهم احط القطع فيه. طيب لو عندي بقعة على القطعة بعد ما اسيبها تنقع، انا عندي هنا بقعة على القطعة، شايفين الفرشة دي؟ فرشة اللي بنعمل بيها الضوافر بتاعتنا، وبخفية شايفين طلعت ازاي؟ مفيش حاجة باظت. بس نكمل. انا يهمني ان الابيض هو اللي ينضف، انا ما عنديش حاجة تانية، ما عنديش اي بقعة تانية على البتاع، على الشنطة، ما عنديش اي بقعة على الشنطة، فيهمني الابيض هو اللي ينضف عشان انا استهلكتها حبة حلوين. بس هسيبها كده تتنقع شوية، وهرجي لو عندي اي حاجة اروح دعكاها كده خفيف. ما دعكش بقى في الرسمة بتاعتي، اقعد ادعك فيها كده هتبوظ، اكيد هتبوظ. بس انا او لو عايزين تدعكوا دعكوا في الابيض، هيطلع منكم خالص، هيطلع منكم بسهولة. عايزين تدعكوا في حاجة تدعكوا في الابيض، هينضف معاكم على طول. وما اعتقدش يعني ان انتوا تسيبوها للدرجة دي. بس شوية وهشطفها معاكم. طيب بصوا، انا بعد ما غسلت معاكم الشنطة المرة اللي فاتت، الفيديو راح مني خالص، قعدت ادور عليه كتير كتير بس مش عارفة راح مني ازاي. يمكن عشان وانا بنقله من الموبايل لللابتوب ضاع، احتمال يكون ضاع، او انا دلته بالغلط، عملت له ديليت بالغلط. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هغسل الشنطة تاني معاكم وهشطفها دلوقتي. يعني انا غسلناها خلاص، ودلوقتي هرجع تاني اشطفها بعد ما غسلتها مرة تانية. هقلب دلوقتي الفيديو على الشنطة. الخطوة اللي فاضلة بسيطة جدا، كل اللي هنعمله ان احنا هنشطفها من الصابون وبس كده، وبرده بمية فترة خالص. الشنطة دي تعتبر انها اتغسلت مرتين، قولولي رأيكم بعد كده، يا ترى رونقها راح ولا لا؟
ما نجيش بقى ونعصر، لا ما نعملش الحركة دي، هنسيبها تصفي ميتها تماما. نقلب الطبق ده كده وننضفه، واسيبها تصفي ميتها خالص خالص، وبعد كده انشرها. اخر خطوة هنعملها مع بعض ان احنا نكوي الشنطة بعد ما غسلناها مرتين. هنكويها دلوقتي. عارفين اللي هي القماش او الملاية، او يكون عندكم اي حاجة تكون خفيفة، انا مش عارفة كانوا بيسموها ايه زمان، ونحطها عليها، نفردها كده كويس، وعلى اوطى حرارة عندنا حاجة قليلة خالص، ونبتدي نكوي الشنطة بتاعتنا. هتاخد وقت شوية مننا، بالراحة على الصورة او على الرسمة اللي مرسومة، عشان احنا عاوزين نفردها، لانها بعد ما بتتغسل بتتكرمش شوية، يعني لازم تتفرد، مش هتبقى شكلها حلو لو ما اتفردتش. بالراحة خالص. الطريقة اللي انا قلتها لكم دي تقريبا افضل طريقة تتعاملوا بيها مع الشنط القماش اللي زي دي. ولو شنط قماش بقى مبطنة وكده، يبقى لازم نجيب قطعة قماش ونبلها بالمسحوق وبالفانش، وننضف الحتت اللي احنا عاوزينها، بس بالراحة خالص، ونسيبها تنشف لوحدها. طيب في حاجة بقى بالنسبة للناس اللي بيشتغلوا بالألوان الأكريليك، لازم يعملوا الخطوة دي عشان الألوان تثبت. لو ما عملوش الخطوة دي بعد ما يخلصوا الرسمة والألوان تنشف، لازم يكووا القطعة بتاعتهم، مش هتبقى ثابتة. فلو انتوا بتجربوا في الألوان الأكريليك لازم تعملوا الخطوة دي، ان انتوا تكووا القطعة بتاعتكم عشان الألوان تبقى ثابتة وما تطلعش أبدا. بس زي ما قلت لكم، لو بتشتغلوا شغل احترافي الأفضل ان انتوا تجيبوا ألوان مخصوص، وألوان تكون احترافية، عشان أكيد الزبون ليه حق، يعني لازم نبقى صادقين معاه في الحاجات اللي احنا بنعملها، في مصداقية. او تقولوا ان انتوا بتستخدموا الالوان الاكريليك دي، ما فيهاش مشكلة ابدا، وممكن ناس كتير تقبل على كده عشان السعر هيكون اقل طبعا. زي الفل. هيفضل عندنا الجزء دوت عايز نتك عليه، ممكن نعلي الحرارة دلوقتي ونضغط عليه، الجزء اللي بعيد عن الرسم. الظهر تبقى بالشكل ده. قولولي بقى ايه رأيكم، يا ترى ادمت او رونقها راح؟ انتوا بقى قولولي، شوفوا الفيديو بتاعها وقولولي ايه رأيكم، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.